بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم مع بعض عن رؤية الصابون. هنعرف أهم البشارات اللي بتحملها لينا رؤية الصابون، سواء شاف الرأي إنه بيشتريه أو إنه بيستخدمه أو إنه بياكله. كمان هنعرف معناه لو شافت الرؤية دي فتاة عزباء، امرأة متزوجة، امرأة حامل، أو رجل. بشكل عام رؤية الصابون من الرموز اللي في الغالب بتكون رؤيتها محمودة، فرؤية الصابون من الرموز اللي بتدل على الرزق وعلى الرزق الطيب. كمان من الرموز اللي بتدل على بداية مرحلة جديدة في حياة الرائي، هتكون المرحلة دي فيها فرحة وفيها سعادة. كمان رؤية الصابون من الرموز اللي بتبشر أو بتدل على وجود شخص محب للرائي، والشخص ده موجود في حياته أو قريب منه. كمان رؤية الصابون اللي لونه أبيض في المنام برضو من الرموز اللي بتبشر بالصحة والمودة، وكمان عمل خير أو عمل صالح هيقوم به الرائي مع أشخاص محيطين به. كمان الرجل لما يشوف الصابون فبيكون بشارة برضو بأعمال صالحة. كمان من الرموز اللي بتدل على النجاح في العمل، على نجاحه في التجارة لو كان هو شخص تاجر. كمان بشارة ليه بقدوم مال، بقدوم رزق وتحقيقه لمكاسب. كمان الرجل لما يشوف الصابون لو كان هو متزوج فبيكون بشارة ليه بحمل لزوجته، كمان قدوم رزق ليه وقدوم خير. الصابون كمان بشكل عام سواء شاف الرؤية دي رجل أو امرأة، من الرؤى اللي بتدل على أخبار سعيدة الرأي هيسمعها. كمان من الرموز اللي بتدل على فرحة، على سعادة، على زوال للهم ولحل لمشاكل. اما يشوف الرأي ان في حد بيهديه بصابون، رؤية ان في حد بيديله صابون او بيهديه بصابون، ويشوف ان الصابون ده معطر وليه رائحة طيبة، فمن الرموز اللي بتبشره بتحقيق امنيات. وكمان من الرموز اللي بتدل على الرفعة وعلى مكانة هيحصل عليها بين الناس. كمان رؤية الصابون السائل او الشاور جل من الرموز برضو اللي بتبشر الشخص اولا بسعادة، براحة بال، كمان بمال هيحصل عليه ويكون المال ده مال وفير. كمان الصابون السائل او الشاور جل برضو من الرؤى اللي بتدل على انه هيكسب مال، والمال ده هيكسبه بدون تعب او بدون مشقة. لو كان هو شخص عنده تجارة او بيمتلك عمل تجاري فده ربح ومكاسب هيحققها من التجارة بتاعته. كمان رؤية الصابون السائل من الرموز اللي بتدل على النجاح وعلى التفوق في حياة الرأي، سواء في حياته العملية أو في حياته الشخصية. كمان رؤية الصابون السائل أحيانا للمرأة الحامل أحيانا بيدل على ولادتها شوية هيكون مبكر. لما يشوف الرأي انه بيغتسل او انه يعني بيستحمى ويشوف انه بيستخدم الصابون ده، ويشوف ان في رغوة كبيرة جدا موجودة على جسمه من الصابون ده، فده ربح ومكاسب مالية كبيرة. كمان رؤية اكل الصابون،
أكل الصابون في المنام من الرموز اللي شوية يعني ممكن تفسيرها يكون شوية غريب. فأولا المرأة بشكل عام لما تشوف إنها بتاكل صابون فبشارة ليها برزق، ولكن الرزق ده هيجي وراه أو هيجي بسببه تعب أو عناء أو مشقة كبيرة جدا. كمان أكل الصابون للرجل لو متزوج فممكن يدل على حمل لسبطه. كمان من الرموز اللي بتدل على الرزق ورزق طيب هيحصل عليه يمكن بعد تعب أو بعد مشقة. احيانا برضو اكل الصابون من الرموز اللي بتدل على الندم، على الندم عن تصرف الرأي كان قام بيه، او احيانا بيدل على بلوغ الرأي لامر شوية هيكون صعب. كمان رؤية شراء الصابون. شراء الصابون من الرموز اللي بتدل على غنيمة هيحصل عليها الرأي، والغنيمة دي او هيحصل على شيء ثمين. كمان شراء الصابون المعطر اللي ليه رائحة نفاذة من الرؤى اللي بتدل على رزق وعلى مال وعلى زواج لو كان الشخص غير متزوج، او لو كان متزوج فبشارة بالولد الصالح وحمل لزوجته. الفتاة العزباء لما تشوف الصابون اللي لونه ابيض فمن الرموز اللي بتدل على الطهارة وعلى العفة. الصابون الاخضر ده ذهاب للهم والتعب وقضاء حاجة. كمان الصابون من الرموز المبشرة بالزواج لو شافت الفتاة العزباء ان هي بتغتسل بالصابون دوت. كمان المرأة الحامل برضو من الرموز اللي بتبشرها بولادة سهلة، بولادة ميسرة، بسلامة ليها وبسلامة لجنينها. كمان لما تشوف الصابون الأخضر فده ذهاب لألم، ذهاب لتعب. المرأة المتزوجة كمان لما تشوف الصابون فده خير وبركة وتجديد في حياتها بشكل عام، وقدوم مال وقدوم رزق. لو شافت ان هي بتتطهر بالصابون فدي من الرموز اللي بتدل على الفرحة وعلى السعادة وعلى النجاح وعلى قدوم احداث سعيدة واحداث مفرحة. الرغاوي بتاعة الصابون ده بشارة ليها بان هي هتحصل على مال، وهتحصل على مال يعني هيكون كبير. الصابون الاخضر بشارة بالشفاء ولو كانت هي مريضة، وكمان ذهاب للهم وللحزن. ده كده باختصار اهم التفسيرات المتعلقة برؤية الصابون في المنام. اتكلمنا عن اهم البشارات اللي بيحملها لينا الصابون. بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي سؤال او استفسار اكتبوه تحت وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.